بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فلقد دخل الأحنف بن قيس على معاوية ابن أبي سفيان، وفي هذا الحين كان يزيد ولد معاوية يجلس بين يدي أبيه، وأبيه ينظر إليه إعجابا به. فما كان من معاوية بن أبي سفيان إلا أن توجه إلى الأحنف بن قيس وسأله قائلا: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين، ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، وهم الخلف لمن بعدنا، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم حملا ثقيلا فيملوا حياتك ويكرهوا قربك ويتمنوا وفاتك. أعجب الأحنف بن قيس، أعجب معاوية بن أبي سفيان من كلام الأحنف بن قيس، ذلك لأنه صور الحقيقة التي نحياها جميعنا، فقلوب الجميع تهفو إلى الأولاد، لكن بلا شك أننا جميعا لا نتمنى أي ولد وفقط، وإنما نتمنى ذرية طيبة صالحة نسعد بها في الدنيا، وتكون سبب نجاتنا يوم القيامة، عملا بقول رب العزة تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالأولاد لن يكونوا قرة أعين لوالديهم إلا إذا تعهدوهم بالتربية الصالحة والتنشئة الطيبة وحسن التوجيه. فإن غضب الأولاد كان على الوالدين أن يقوموا بإرضائهم، وإن طلب الأولاد كان على الوالدين أن يقوموا بإعطائهم، ما لم يكن هناك إفراط في التدليل، فإن الإفراط في التدليل سبب مفسدة وهلكة للأولاد. إن الوالدين إذا كانوا قريبين من أبنائهم يعاملونهم بالكلمة الطيبة وحسن التوجيه والتربية الصالحة، فلا شك أن الأبناء سيكونون قريبين جدا من أبنائهم، يحبون مجالسة الوالدين ويستمعون إلى نصائحهم، فلا يملون حياتهم ولا يكرهون قربهم ولا يتمنون وفاتهم. أسأل الله في علاه أن يأخذ بنواصينا إلى الخير دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.